السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزين نعمل الفلاشة بوت. بنركب الفلاشة بتاعتنا هنا كده في اليو اس بي، تمام، وبندخل على اسطوانة الفلاشة، اسطوانة البوت، وليكن هي دي الاسطوانة. كليك يمين مثلا، وبتيجي هنا على الوين رار هنا وتقول له اكستراكت تو كذا كذا، او اكستراكت هير، براحتك ايا كان. تمام. بعد ما تفكها بيظهر معاك الفولدر زي ما انت شايف كده. هتدخل هنا هتلاقي فيه 2 ميني ويندوز. طبعا انت على حسب اللي انت بتحمله، هتحمل اللايت او هتحمل فل، انت وراحتك. هنفتح برنامج رافس اهو، وبعد كده بنختار من هنا سيلكت. طبعا قبل السيلكت وقبل الاستعجال اختار اليو اس بي بتاعك كويس، لان انت ممكن تكون مركب فلاشتين تدمر واحده منهم وخلاص وانت مش واخد بالك. فاختار الفلاشه بتاعتك الصح زي كده اهي، وبعد كده بقول له هنا سيلكت، وبختار الايزو اللي انا عايزه او اللي انت نزلته. تمام، سواء بقى اسطوانه صيانه ويندوزات، براحتك انت حر. هنختار الفل مثلا زي كده اهي، وهنختار هنا ام بي ار او جي بي تي. سيبك من الكلام ده، وهنا سيبك برضو من الكلام ده. اذا الايد دي عندك بالشكل ده كده فانت كده خلاص مش محتاج تعمل حاجه تاني. اما لو لقيتها بالشكل ده كده اهو، معناها ان انت كده هتشتغل جي بي تي بس. فاحنا عايزينها تشتغل جي بي تي وام بي ار. يبقى نضغط على الت هنا كده وحرف الاي اهو، الت وحرف الاي ما تنساش. تمام، اللي هو حرف الساء باللغه العربيه. هيظهر معايا بالشكل اللي انت شايفه ده كده. طب دي معناها ايه؟ معناها ان انت كده لو ركبت الفلاشه دي في اي جهاز حديث زي كده، او جهاز قديم زي اي جهاز من ابو كلب يعني، هتلاقي الدنيا جميله معاك. تمام، هيشتغل معاك زي الفل. يبقى كده فلاشتنا هتدعم قديم وجديد، حديث وكحيان. وهنا خلي دي ان تي اف اس، ما تخليهاش فات 32. ان تي اف اس اهي، وبعد كده تقول له هنا ستارت، العلامه دي او المربع ده. تضغط كده بيقول لك احنا هنفرمط الفلاشه دي كلها ومش هيبقى عليها اي حاجه خالص. قول له امين فرمط كده. هيبدا ان هو ايه، يعمل لك الفلاشه بوت زي ما انت شايف كده. تمام يا حبيبنا، سيبه لحد ما يخلص خالص، وهنا يقول لك ضن او جو، ان هو خلص خلاص. تشيل فلاشتك بعدها، او يستحسن تخليها لو انت مثبت النسخه اللايت، لو انت اخترت اللايت. ليه؟ لان اللايت ما فيهاش ويندوزات، هي فيها ميني ويندوز بس زي ما اتفقنا قبل كده، انه بيتفرد على الرامات بس. يبقى هنعمل ايه؟ لو عندك اي ويندوز، اي ويندوزات هنا، خده كليك يمين كوبي، كليك يمين كوبي. واخد بالك الايزو نفسه اللي هو الويندوز نفسه، كليك يمين كوبي، وتروح شايله وتحطه فين؟ على الفلاشة بتاعتك هنا كده. ادي الفلاشة اهي، وهقول له كليك يمين بيست هنا. تمام، يبقى انت كده عملت ايه؟ عملت الفلاشة بوت ونقلت على الويندوزات بتاعتك، علشان فيما بعد نثبتها. طبعا ويندوزات او جوست، سواء بالنورتون جوست او باك اب بالايه، بالاكرونس. تمام كده يا حبيبنا، يلا نشوفكم الدرس اللي بعده.